ومفيش هناك كاميرات. تفتكروا مين الجاني؟ المهم بدأت أجمع الدوافع والأدلة قدام عيني. مصطفى هدد أخته إن هو هيرفع عليها قضية حجر، ولو رفعها وهي في سنها ده بجانب إنها بتاخد أدوية مهدئة وحالتها النفسية مش كويسة هيكسبها على طول، وساعتها كل فلوسها هتروح له. يعني لو فكر في قتلها واتكشف هيتسجن وكمان هياخد إعدام. طيب عبد الباسط راجل كانت الست بتساعده وواقفة جنبه عشان ظروفه المادية الصعبة وعشان مرض والدته، بس في نفس الوقت والدة عبد الباسط كانت محتاجة عملية خطيرة جدا، ولما لجأ للست نور رفضت. بس كان ايه الحوار اللي داير بينهم؟ معرفش، لأنه هو قال إنها رفضت وبس. يعني أقل حاجة مش هنستبعد إن هو سرق العقد، وممكن كمان يكون قتلها. ليه لأ؟ نيجي بقى الجميلة اللي كانت الست نور بتعاملها وحش من الأساس، وكانت كمان